مزتنا القمر العسل الأربعينية الجميلة ولدت، جابت بيبي ولد زي القمر. رجعت من بره، شفتوا كانت شايلاه ازاي، فحبت تروق على نفسها بعد يوم حر طويل. رجعت كده حطت البيبي طبعا، واستخدمت كل أشيائها وكل أدواتها وكل أسلحتها في تنظيم في الحمام. وما شاء الله يعني هو الحمام لوحده تقعدنا، وأحب نقعد فيه نحط تلفزيون كمان. وحضرت بقى الحمام لنفسها عشان تدلع نفسها وتروق نفسها. الفيديو دوت فن حب الذات، ازاي تحبي نفسك وازاي تدلعي نفسك، وازاي مهما كانت الظروف صعبة وكنتي لسه ام والدة ومعاكي بيبي، ده ما يمنعكيش ان انت تفرحي وتنبسطي. اه والله العظيم، بغض النظر عن الامكانيات واللي هي فيه وان مش كلنا متاح لنا ده، ولكن والله العظيم حب الذات ده اهم شيء. مش عارفة الماسك ده هتعمل بيه ايه تقريبا، تحطه على وشها وتعمل ماسك ويعمل لها حاجات كده وديرما رول وحاجات غريبة بقى وصابون. الغريب بقى ان هي واخده معاها اكل فاكهه وكوكيز وحركات في الحمام. حرام يا حبيبتي حرام، انت ناويه تباتي في الحمام ولا ايه؟ هنتلبس كده هنتلبس يا قلبي. وحاجات سخنه ومشروبات، هي شكلها مطوله في الحمام، يعني شكلها عندها اكتئاب ما بعد الولاده وحبت تروق على نفسها. شايفين المنظر؟ ما شاء الله منظر لوحده يرجع النفسيه زي ما كانت. دي بقى حد تاني انفلونسر او بلوجر تاني يجيب لنا بقى كل حاجه نفس الكلام. الناس دي بتحب تروق وتدلع نفسها، ونفس البتاع اللي بالبطاريات دي اللي بتتحط تنور الميه وسكرابات بقى وحركات بس دي حد تاني غير اختنا الاولانيه الاربعينيه الجميله اللي لسه والده. بصوا الحمام بيعرفوا ازاي يبسطوا نفسهم، والله ما شاء الله ما شاء الله، فن حب الذات. دي بقى حد تاني، دي بقى بتحب تنظف الحمام. هي دي مش حد تالت، هي نفسها اللي قبل اللي كانت معانا في الفيديو من شويه، بس بقى بتوريكوا هي بتعمل ايه في الحمام. الناس دي والله عندهم متعه ان هم يصوروا لنا الحاجات دي. يحطوا تلج، يحطوا البتاع اللي بيفور دوت، انا مش عارفه الاشياء دي بيجيبوها منين، ويبتدوا بقى ينضفوا الحمام. إشي مرة بينك، إشي مرة أزرق، إشي مرة أخضر، ويظبطوا الحاجة وكوانتيات وجلاس. والله بيستمتعوا فعلا بالحاجات دي. احنا بننضف الحمد لله، واحنا الحمد لله الحمد لله معروفين في بيوتنا بالنظافة وكل حاجة، لكن ما شاء الله بيستخدموا حاجات كتير جدا جدا جدا. هل ده فضل؟ بس انا ما افتكرش ان في الحياة الطبيعية بيبقى موجود كل الكلام ده. اكيد ده عشان الفيوز والمشاهدات والحاجات دي كلها، فرش لكل حاجة. فرشة عشان ننضف بيها ال الحنفيات والمقابض والحاجات دي كلها. أليفة علشان نعمل حاجة معينة، فرشة تانية للحاجات الصغنططة. فرشة، هو الحمام يستاهل يا جماعة وكل حاجة، بس مش بالمنظر ده، الحاجات نحاس. يعني ما شاء الله ربنا يزيدهم ويزيدنا معاهم. شايفين مراية الحمام والحاجات الديكورات اللي في الحمام، مروقين ومروشين عن نفسهم. الجهاز دوت اللي هو بتاع الغسول بتاع الفم، كل حاجة ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما بيسيبوش حاجة فعلا كده إلا لما بتتعمل ما شاء الله. فقولوا لي بقى طريقتنا في التنظيف في بيوتنا بتختلف من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في الكومنتات تقولوا لي انتوا منين، ستارة تجنن.